هلو هلو، ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهاردة هنعمل مع بعض الطريقة الصح لعمل القهوة في الكنكة الإيطالي الموكا بات خطوة بخطوة، وهنعرف تكوينها وإيه أهم الأخطاء اللي بتخلي القهوة طعمها يبقى مر، وكمان الطريقة الصح لغسلها عشان تعيش معاكم سنين. يلا بينا. الكنكة الإيطالي اسمها الأصلي موكا بات، وهي بتتكون من 3 أجزاء. الجزء الأسفل بنحط فيه المية، والفلتر المعدني بنحط فيه القهوة، والجزء العلوي القهوة بتطلع فيه جاهزة. في الجزء السفلي بنحط فيه مية لحد الخط ما نعديه صمام الأمان. وبعد كده في الفلتر بنحط معلقتين قهوة مطحونة طحن متوسط، مش ناعم قوي زي التركي. بنمسح الزيادة وبنضغط عليها ضغطة خفيفة، وبنقفل الكنكة كويس وبنحطها على نار هادية، علشان لو النار عالية القهوة هتطلع مرة وطعمها محروق ومش هيبقى مظبوط. وأول ما تبتدي تطلع القهوة ونسمع صوت الفقاقيع بنطفي النار فورا. اسمعوا الصوت. القهوة دلوقتي بقت جاهزة، يلا بينا نقدمها. ممكن تتشرب سادة أو بالحليب والسكر حسب الرغبة. بصوا اللون الغامق الجميل والريحة القوية. القهوة في الكنكة الإيطالي بتطلع قوية وطعمها غني وقريبة جدا من الإسبريسو. أنا بحب أعمل فيها قهوة محوجة اللي هي بالحبهان، طعم القهوة فيها بيبقى خطير. جربوها وقولولي إيه رأيكم. بالهنا والشفا. تعالوا نشوف طريقة غسل الكنكة. طريقتها سهلة جدا. بنسيبها تبرد شوية وبعد كده بنغسلها بمية دافية، بس بنفك كل الأجزاء ونغسلها كويس. بنسيبها تنشف في الهواء تماما قبل ما نقفلها. وشوية نصايح مهمة: مش بنحطها في غسالة الأطباق، وما بنستخدمش صابون عشان ما يغيرش الطعم. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، واستنوني مع وصفات تانية كتيرة ونصايح مفيدة. باي باي.